منيرة روحي شوفي مني بالباب. حاضر. يس ابتسم ليش؟ قومي نومي بنتك، ليش معلمتها على حضنك؟ ماما ايش فايت تنام بس اخليها على فراش تفز وتقعد تبكي. طبعا اذا معلمتها على حضنك شلون ما تفز وتبكي؟ حبيبي حبيبي حبيبي. هيام هي وزوجها بالعلبة. أنا أروح لغرفتي أرتاح. أنا رايح للنادي. هيام أنا أتصل بيك بعدين. ماما مشتاقة لك، كلش مشتاقة لك. هيك تسوين بينا يا هيام؟ هيجي؟ ماما ماكو داعي للحكي، هسه هيام جاي من السفر تعبانة، خليه ترتاح وبعدين نحكي. يلا هيام مشي وياي. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك عمي مناف؟ شنو؟ شلونك عمي مناف شنو؟ ما عرفتني؟ لا زغرا بيك، ناس تجي ناس تطلع. شنو تريد؟ أنا بركات، ايش بيك عمي؟ منو؟ بركات. أنا بركات اللي كنت ساكن عندك بالفندق هنا 4 سنوات. من كنت طالب. اي يا يابا انت صديق حداد اللي ما تعجزه؟ ألف رحمة على روحه. شلون؟ ألف رحمة على روحه. ألف رحمة على روحه. ما شاء الله صار كبير. قولي انت سكنت بغداد لو رجعت للبصرة؟ والله عمي رجعت للبصرة. الليلة ما عوفك الا اسمع كل اخبارك. إن شاء الله عمي إن شاء الله. عواد يا عمي بلي تعال. هسه على كيفك، هسه انت ما تسمع شلون كلها ما تسمع مثلك. شنو؟ لا قلت امر خدمه. الاستاذ حجز غرفة رقم 13. اي عمي اريد نفس الغرفة اللي كنت ساكن بها. نفسها. حجي هاي الغرفه مال حبايب. هو بحبايب. ها هسه رتبها هسه. جيب ذا شاي. تبدله انت والاستاذ. تسلم. لا ما راح أسامح ولا راح أشفع اليوم بالقيامة. بابا يعني تبيعين أمك وأبوك وأخوك والعائلة وترحين تشترين واحد أمه طالعة من الملاهي. الآباء يفاخرون لما يعرفون أزواج بناتهم، وأني أنكس راسي. ما تعرفين ايش راح يقولون علينا الناس، فاهمين ايش يقولون؟ إذا سألوني على زوجك أقول لهم هذا منو، وهسه جاية أنت تعتذرين؟ أنا تزوجت رجل مو عائلة. هذا كلام سخيف سخيف. العائلة تعرفين شنو معناها؟ زواج العائلة الحسب والنسب والتاريخ. عدنان اللي صار، خلينا نفكر بالوضع الجديد. لا، اللي صار لازم يصلح، وكل غلط لازم يصلح. فهمتي؟ يعني شلون بابا؟ يعني تطلقين من هذا اللي اسمه بركات. طلق؟ طبعا تطلقين. ما اريد انا يطلع لك باشر طفل يلوث اسم العائله. فهمتي؟ بابا أنا متمسكة بزوجي. اذا متمسكه بزوجك ترحين وياه وترجعين للبصره. انا ما عندي بنيه ما تسمع لا كلام ابوها ولا تحترم تاريخ العائله. افتهمتي؟ بابا الله يخليك على كيفك، خلينا نشوف حل وسط. ماكو حل وسط. بنيه ما تقدر ولا تحترم راي ابوها وراي العائله وتاريخ العائله ما اريد اشوفها. افتهمتي؟ باكر الصبح ما اريد اشوفك هنا. انت بالنسبه الي يتيمه. عدنان بعد ما عنده بنيه. افتهمتي؟ ليش ورطتي نفسك هذه الورطة؟ يعني قلة الشباب إلا بركات؟ انتم ما تريدون تفهمون بيت بركات، والمصيبة ما تريدون تفهموهم زين. بيت بركات
ناس محترمين ومعتبرين ومعروفين، ويعاملوني مثل بنتهم. ما فد يوم سمعوني حكاية مو زينة. شوفي هيام، انت من اصريتي على الزواج من بركات كنتي متصورة ابوك شهر شهرين ينسى الموضوع ويستسلم، وهذا الغلط اللي وقعتي بيه. ابوك ما راح ينسى وما راح يستسلم وراح يبقى معاند. والحل ثريا؟ الحل انت اختاريتيه اللي هو بركات. اني دا اختصر لك المشكلة كلها وانت تقولين اني ما عندي مشكلة ويا بيت بركات. يعني القطيعة. هذا اختيارك ولازم تكونين واقعية. ايه ابني، ما تلقي طريق مفروش بالورود، لازم تلقي هنا شوكة وهنا شوكة. اي يا عمي، اقول عمي مناف اقدر اخابرها. سامرها؟ اخابرها عمي، اخابرها، حتى على الاقل اقولها مكان هنا يمك. ليش لا؟ التليفون قدامك، خابر على كيفك. تسلم عمي. مو فهمتك يا هيام. نعم، مساء الخير. ها، لا يا بركات. الو، هلا وبركات. اسمع بركات، باكر تجيني من الفجر حتى نروح للبصرة. هذه حمامة غراب. غراب؟ ها؟ غراب. وصفي بلغ التنظيم واحد تقول لهم يوقفون نشاطهم ويقللون من لقاءاتهم. ليش وقت يا كريم؟ إلى أن تطمئن الاستخبارات العسكرية. كلنا متراقبين وصفي. هلا عمويا، يا انت بيك بويا، انت يا هو شو تريد بويا؟ حجي اني كنت ادور على بيت فشفت القطعه مكتوب عليها الدار للبيع. انا اريد ابيع البيت. اني اشتري. تشتريه هيك بلا ما تشوف؟ ها؟ لا اشوفها. تفضل بويا، تفضل حلبيك، تفضل. وينك بويا؟ عليش واجب؟ تفضل. تفضل ابني، تفضل. تفضل، شنو خايف؟ تفضل اقعد. ويا بيتك، هذا بيتك. يا الله. تفضل استريح بين ما اجيب لك ماء. دخيلك ربي، خذ امانتك وخلصني. ارحمني ربي، انا يومي اموت الف موته. شنو الغلط اللي سويته بدنياي حتى يصير بي هالشكل؟ رحمة ربي،
رحمة رحمة. يا ولد يا ولد، هذا وين صار؟ يا ولد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين، بعد ما انكشف امرك بالبصره انهزمت لبغداد، سكنت في فندق، الصبح تبيع جرايد. زين حبوبي، بهاي الفتره ما حد اتصل بيك؟ ما اتصلت باحد؟ سيدي انا من وصلت لبغداد ايه انقطع اتصال بالنشاط. زين حبوبي، من مسؤولك بالبصره؟ جواد. جواد شنو؟ جواد شو يشتغل؟ مدرس. مدرس وين؟ بتوصلت عشان عنوانه بالبصره شنو حبوبي؟ من هو؟ هسه انت يا استاذ جواد مكلف روحك وجاي من هناك لجاي على مود تقول لي خلي ابنك سعدون يرجع للمدرسه. هو هذا شو الحكي هذا؟ ليش يا شوي ابو سعدون؟ ابنك لازم يتعلم ولازم تصبر عليه الى ان يتخرج. هذا الحكي يمشي على خالك زامل افندي، ما يمشي علي انا. ليش؟ لان خالي ملاج؟ وما محتاج يا استاذ جواد. المدارس للزناقين، مو الفتاح اللي يشد ليل ونهار وتالي الشهر يطلع مطلوب وحسره عليه يروح للطبيب، لو يجيب له لقمه خبز الجهاله، لو حتى يشتري له متر بازه جهاله. اذا انت تفكر هذا التفكير ملايين مثلك يفكرون بنفس الطريقه. منين راح نجيب اطباء ومهندسين ومدرسين؟ خوش احكي ويا زامل افندي خليه يزيد معاشات العمال والفلاحين حتى الواحد يقدر يصرف على ابنه ويعلمه. هذاك جلال بيك هالزيد اجور العمال والفلاحين اللي يشتغلون بقاعه، مو مثل زامل افندي يعصر الفلس عصر يلا يطلع من جيبه. جلال زيد اجور الفلاحين؟ لا ومو بس هاي، يساعدهم ويعطيهم سلف، وقال لهم بنهايه كل موسم انا راح اعطيكم قسم من الارباح. اشتغلوا يا جلال. ليش بدينا يا استاذ جواد؟ جلال بيك مكتفي واحنا تورطنا ورطه ويزامل افندي، لا يرحم ولا يخلي رحمه الله تنزل. صوتكم واحنا شطايح بدينا، هو ابو المال والحلال. لا تشتغلون، اضربوا عن العمل وطالبوا بحقوقكم. شنو هذا؟ تريد توزني على خالك؟ انا حرضكم ان تاخذون حقوقكم سواء من خالي او من غير خالي. ابو سعدون اسمعني زين، حرضوا الفلاحين وحرضوا العمال وقول لهم لا يشتغلون وطالبوا بحقوقكم. وزامل افندي ما راح يقدر يوقف ضدكم وغصبا عليه يستجيب لطلباتكم. واذا بقيتوا على هذا الحال حتى جهالكم راح تبيعوهم، وانا موجود اذا احتاجيتوني، بس اهم شيء لا تسكتون. وصل مكتوب منهم. صدق خالي؟ شو وقت وصل المكتوب؟ البارحة. وش يقولون؟ عفيفة تخصك بالسلام. وبعد خالي؟ والله يما أنا ما أعرف أقرأ ولا أكتب، ولا سلطان يعرف يقرأ ويكتب. ياخذ المكتوب يودي لي القهوة يقروا لي هي، يجي يقول لي يسلمون عليك. يعني ما قال ايش وقت يرجع؟ منو هذا؟ ها هم كلهم. عفيفة إلها وحشة كبيرة علي. هذا الحكي الجماعتكم على موده. انتم شو تقولون؟ والله يا اخويا فتاح انا ما عندي مانع، بس خايف من شيء واحد. شنو؟ خاف زامل افندي يشغل غيرنا ويخلينا عطاله بطاله. اخوي خماس احنا والبطاله سوا، واللي ناخذه من زامل افندي ترى ما حد يرضى بيه، بس احنا كنا نقول يا الله من لا شاره. اخويا فتاح اللي راح تسويه ما حد مسويه قبلك،
احنا لازم ناخذ شغل الفلح، والا شنهي احنا نبطل منه وغيرنا يبقى يشتغل. اي صدق، لو نصير حكايه واحده لو ما نسوي هذا الشيء. خماس، انت تشتغل بمعمل زامل افندي، شور العمال وشوف شنو رايهم، وانا ونجم وبريسم راح نحكي ويا الفلاحين. يا اخويا فتاح، من عين باكر اجمع كل العمال واحكي وياهم وتفهمهم، خاف ما يدرون ترى اللي ياخذونه من زامل افندي ما يطلع ربع اللي ينطيه جلال بيك. زين اخوتي، باكر يومكم، مو تنسون ترى احنا انذلينا هواي، وصدقوني ترى تعب كام يروح ذهب بجيوب زامل، وانتم الكم بس التراب. عمي زامل عمي زامل عمي. شكو هالسنين كلها عايش وياي وما تعرف تدق الباب قبل ما تدخل؟ عندك يدين واكو باب، ليش ما تدقها؟ عمي زامل يا باب، هسه وقت باب، قوم اطلع برا وشوف. شكو طالعه مظاهره تحل بغداد. شكو عاد بغداد شنو انت تحكي؟ عمي ترى العمال كلهم قاعدين بالساحه وما يقبلون يشتغلون. ما يقبلون يشتغلون؟ انا جيت الصبح وشفتهم واقفين على المكاين، ليش تكذب؟ عمي اكذب شنو؟ اطلع بنفسك وشوف. هذا منو؟ ادخل. الله يسعدك يا زامل افندي، انا مو قلت لك توقف على الفلح؟ ايش عندك جاي؟ يا فلح افندي يا فلح، الفلح ما يقبلون يشتغلون. كملت. عمي انت تقول علي كذب، ذول الظاهر متفقين عليك. وقت متفقين شنو؟ انا ما جاي افهم هذا الموضوع، شنو عمال ما يشتغلون؟ شنو فلح ما يفلحون؟ صاير شيء؟ زامل افندي يقولون احنا مضربين عن العمل. حلو هاي، مضربين عن العمل، زين ليش؟ زامل افندي العمال يقولون احنا ما نرد للشغل اذا ما زامل بيق يعطينا مثل ما يعطي جلال بيق العماله وفلاحين. عمي زامل العمال والفلاحين كلهم في البستان. ادري يمشي. ما شاء الله، شنو هاي الجامعة الحلوة هاي؟ العمال والفلاحين، ما شاء الله. أقول شنو هاي اللعبة الجديدة الزارعيها بروسكم؟ منو قال لكم زامل أفندي مدير الموانئ لو مدير السكك حتى تلعبون هاي اللعبة؟ اسمعوا، هاي القاعة الحلوة موجودة قدامكم، يريد يشتغل والما يشتغل يطلع برا. زامل افندي كنا نطلع برا. ما شاء الله خماس، طلع لسانك وقمت تحكي مثل ما تاخذ من العمال انطيهم. زين خوش، انا اجي وياك. شو تريدون مثلا؟ نريد زيد رواتب العمال والفلاحين. يعني ايش قد مثلا، ايش قد؟ انطيهم مثل ما تنطي ايش اسمه صالح بيك؟ لا جلال بيك. اي مثل ما يعطي جلال بيك. نعم. لا رخيص، قليل، انطي اكثر. وبعد الفلاح والعمال المحتاجين انطيهم سلف. ماشي. لا انا اسوي احسن من هذا. لا انا يا جماعه راح اسوي لكم بيوت، ابني لكم بيوت، وافتح لكم مدارس حتى لا تظل جهالكم تلعب منها، وفوقها راح اشتري لكم سيارات ام الطوط، سابحها ام الطوط، مو ذني دواب وغيرها. وفوقها بعد الما بتزوج مثل هذا وهذا ازوجه. شو تقول بعد خماس؟ شو تريد بعد؟ نريد حقوقنا. اسمع، لا تعلي صوتك على اكبر منك، معلم عيشك. امشي اطلع برا، انت مفصول بالشركه. اوقفوا وقف، انزل اقعد. الجاي يصير انا اعرفه، الجاي يصير شيء مدبر او ناس ورا جاي تخطط، ولا اعرف ذول الناس من هو، او الا قاعد طين الحري. اسمع يا زامل افندي، احنا ما حد ورانا وما حد محرضنا، الفلح والعمال كلها متفقه على هذا النظام. فتح يحكي بالنظام، ما شاء الله. مين سامع هاي الاغنيه؟ من الشيوعيين؟ يا شيوعيين، انا لا اعرف شيوعيين ولا اعرف غيرهم، حاجتنا هي اللي خلتنا نسوي هيك. شنو حاجتكم؟ قل لي شنو حاجتكم؟ زامل افندي حاجتنا الحياه كريمه، مثل ما انت تريد تعيش احنا هم نريد نعيش. ما شاء الله عليك، تريد تعيش. وقت جيتني انت حرامي وقلت لي اريد اتوب واكل لقمه حلال وشغلتك فوقاها وتحكي بحياه كريمه. مو عيب على الزلمه من يتوب من الحرام،
بس العيب اللي يسكت عن حقه. هو ما سمعتوا؟ كل احنا ما سمعنا. عيدها بالله عيدها. مو عيب على الزلمه من يتوب من الحرام، بس العيب اللي يسكت عن حقه. ولو انا يا نجم ما افتهمت منك كل شيء، بس كل حق ما إلك، افتهمت لو لا؟ تشتغل بالقاع تشتغل، ما تشتغل الله وياك. اسمعوا، يعجبكم يعجبكم، ما يعجبكم برا كنا الى جهنم وبئس المصير. وسمعوا، الباني بقاعي يفلشه، واذا ما فلشه افلشه على ابوه. يلا طلعوا، يلا ايه، يلا يا يلا يلا طلعوا، اطلع اطلع يلا اطلع. سام الافندي، وين الطريق؟ وين؟ انا وياك. امشي. تشرب؟ أعوذ بالله، حضرتك مسويها مايخانة. أنا المطلوب مني شنو؟ الأجور اللي تدفعها للعمال والفلاحين زايدة عليهم. أكو قانون يحدد الأجور؟ إي أكو قانون. من وضع هذا القانون؟ أنا قصدي أنا وأنت نخلي هذا القانون وكل شيء بالاتفاق. جلال بيك، أنا وياك نملك أكبر شركتين بالبصرة، أما أن نتفق وأما شنو؟ سيد جلال، أنت جديد على الشغلة، خلينا نفيدك. لو عندك 6 7 عمال زيدهم ايش قد ما تريد، مو 100 عامل وفلاح. كل واحد يشتغل باللي يصرف له. هاي هي، أنت تريد تحاربني برزقي وتحرض العمال عليه. أني ما أحارب أحد، بس قلت أشتغل باللي يصرف لي. اكو ناس جاي تلعب براسك وتوجهك، توجهك. ايش تقصد؟ من هذول الناس؟ يا جلال يا بيك، شركتك صايره وكر للشيوعيين والقوميين، وهذول يطالبون بحقوق العمال، وهذا اللي يسمونه الضمان الاجتماعي، وجمعيات فلاحيه على عماليه. والظاهر انت صدقت بيهم، والله اللي يعلم ايش مواعيدك. عمي، اكو ناس بشركتك تشتغل ضد النظام، تفهم هذا الحكي لو لا؟ ضد النظام. هذا تهديد؟ حكاية واحدة أقولها وأطلع. اسمع جلال، إحنا هنا لأسياد، إذا اتفقنا راح نربح، وإذا اختلفنا راح نخسر، وما حد يحب الخسارة. خلي ايدك بيدي ونزل أجور عمالك. أنا آسف، ما استلم أوامر من أحد. وشنو هاي الحكاية؟ أنا فهمتها تهديد، قال شركتك صايرة وكر للأحزاب السياسية. وشنو كان ردك؟ قلت أستشيرك أولا. بس هذا كلام خطير. شو تقصدين؟ اللي قاله زامل قصده، هذا معناه انه انت جاي تستر على أنشطة حزبية داخل الشركة، وهذا الشيء يعاقب عليه القانون. عمو، انت لازم توقف هذه الأنشطة الحزبية داخل الشركة. أنا شرطي خو ما شرطي، حتى أمنع واحد أقول له لا تصير حزبي. انت ما تمنع اي احد من اي نشاط حزبي، بس المفروض داخل الشركة لا. حياة، نعم ماما. قومي روحي لغرفتك. وانت مرة ثانية اذا تريد تجي لازم تتصل قبلها بالتليفون حتى نفرغ لك الهول، ويا ريت لو ما تجي. مع أول أخلص من جوهر بيك يجيني جلال، وش يريد يصير؟ سكينة بخاصرتي. بس أنا أعرف من اللي جاي يوجهه، وإلا هو من يعرف هاي الشغلة ما مارس مثلي. يعني قابل هو حالة التجار، مستحيل. بس لازم أعرف من اللي وراه ومن اللي جاي يوجهه، لازم. شني الحكي ما عاجبك خاتون؟ مو ما عاجبك دومك هالشكل، تريدين زامل مدنك وماشي راسه قدام الناس 24 ساعة، كني حيض نصيص والنوبة نقصير. كل هن ابويا جلال هو اللي بداها والبادي أظلم. تقبليني قاعدة هالشركة وما بقي لا عامل ولا فلاح، وكلها بسببه هو. بويا، انت اكبر منه وافهم منه بالشغل، يعني لازم يطيعه.
عافيه بنتي عافيه. احكي لها لامك الفهيمه اللي لحد هاي اللحظه تحن لخدمه فاطمه خاتون وسعد خاتون. تعيرني يا زامل؟ ايه انا ما عايرك، بس انا الوم حظي وبختي. وش بي حظك بويا؟ ايش بي حظي؟ تسأليني خاتون ليش سقطتي بالدراسه وقعدتي بالبيت؟ قصرت عليك؟ عايزه؟ جوعانه؟ عريانه؟ بويا انا ما احب الدراسه. ما تحبين الدراسه مو؟ ليش حياه الجوهر صارت محاميه واشطر محاميه وكل الناس تعرفها؟ بس ما لومك، حقك. من بهذا البيت يصير محامي لو طبيب؟ شو جدي شرطي، ابوك فلاح، امك ما شاء الله عليها ولا كلمه، لا توعي لي ولا كلمه تحكين انتي، وعمك يدور خوات شقاوه والشمال اخذ عائلته وراح الكويت، بس صرت تعرف شو يشتغل بالكويت. بس يعني عندي امل، مو بيك، لا ضحكي. كوثر ما شاء الله عليها ما تفارق الدراسه، بنت خاتونات. تفضل جلال افندي. استاذ جلال. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. شلون الصحة؟ اهلا وسهلا. أهلا. تفضل. شكرا جزيلا. زيارة مفاجأة طبعا. أنا جيت أشوف ابن أخويا بهجت. أنا ما شايفه طبعا. ليش لا؟ مبروكة. سوي شربت. لا ما يحتاج. شكرا جزيلا. شكرا. جيبي له بهجت، صار خاتون. تعرف الأصول؟ مهما يكون أنا عم بهجت. بس المرحوم جوهر ما نطحق ابنه بهجت، انطاه نسبة قليلة وخلى المحامي يوصي عليها إلى أن يصير عمره 18 سنة. أنا ما أقدر أناقش هذا الشيء ويا ميت. أريد أخليك أنت الحكم. تقبل بهذا التوزيع؟ يعني أنا يساويني بحياة والشركة كلها تروح الأحلام. أنا رجال جديد دخلت بحياتكم، أعتذر. يلا عيني بهجت، تعال أهلا عمو، أهلا بهجت. ما شاء الله ما شاء الله، صاير رجال كبير. بهجت ماما، هذا عمك جلال، قول له شلونك عمو؟ شلونك عمو؟ أهلا عمو، أهلا. سمعت ماما ايش قالت لك؟ عمو جلال، أنا عمك جلال يعني أخو بابا جوهر، حتى من أجي وأجيب لك ملاعين تقول لي هلا عمو جلال. تعال عمو، سامع عمك؟ أنا جلال. منو؟ جلال. عافية. ما راح تقدر تعوفل هذا المشروع؟ حاولت وما قدرت. أنت عندك مشاكل؟ جلال، الناس تسأل وأنا هم أسأل، ليش جوهر ما قال عندي أخ إلى أن مات؟ أبويا اللي هو أبو جوهر بيك كان يسموه محمد باشا، صاحب القوة والاعتبار، ما قدر يقول هذا ابني. شلون تردين من جوهر بيك يقول هذا أخويا؟ سفروني وأنا عمري 15 سنة. ليش؟ أنا أروح مبهجت، إذا احتاجتي شيء اتصلي بي. سمعت أنت عندك مشاكل ويا أحلام؟ لا أصبر عليها مثل ما صبرت على الغربة. جلال، تدري أو ما تدري، أنا كان عندي شركة تمور وكنت أنا اللي أديرها وعندي خبرة بهذا الشغل، فإذا تحب أساعدك أنا ما عندي مانع. شنو طبيعة المساعدة؟ أشتري أسهم بالشركة، وأعتقد رأس المال راح يكبر وراح تصير أكبر شركة بالعراق. الخبرة موجودة والسوق مفتوح. أفكر بالموضوع. وشنو هذا الموضوع المهم اللي تريد تحكي وياي؟ سعاد بهجت فاتحتني بموضوع وقلت أستشيرك. سعاد؟ وين شفت سعاد؟ رحت لها للبيت. وش تسوي رايح لبيتها؟ رحت أشوف ابن أخوي. رحت تشوف ابن أخوك لو؟ أحلام، رحت أشوف بهجت. شو تريد منك سعاد؟ سعاد تريد تساهم برأس مال الشركة. شلون؟ هاي العايزة دائما سعاد تبتيها بهذا الموضوع. شوف أقول لك،
هذا الموضوع تنساه، وسعاد بعد ما تروح البيت، افتهمت؟ شلون يا ربي راح تبقى سعاد ورايه؟ هذا انت؟ ايه هو انت ايش رايد ابويا فضلي؟ اسمع، انا ريال فقير ومريض وما حيل نهيج سوالف. الا تريد تلعب روح العب ويا واحد غيري. لا عمي، انا ما جاي العب. لعد هذا شي يسمونه اجي اروح اجيب لك ماي واجي القيك ماكو. اني ذكرت في الشيء وطلعت بسرعه. فضلي هسه انت شراي لو جاي تلعب؟ شراي انا شراي عمي، بس ندخل جوا ونتفاهم. يلا خش يلا. وينك؟ فوت. يا الله، اقول لك بويا اجيب لك ماي لو ماكو داعي؟ لا ماكو داعي. احسن، انا هم ما بقت عندي عيون تشوف. احط الحاجه بمكان ورا ساعه ارد ادور عليها ما القاها. من رخصتك بويا هسه اجيك. جلال 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 تعال جلال تعال. جلال جلال تعال جلال. جلال 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 تعال تعال جلال تعال. أدري بس أسوي أدري. أنا صدق عيوني راحت، بس أنت مو أنت. لا مو أني. جلال جلال تعال جلال تعال. جلال وين انت جلال؟ هسه يلا جي. واتذكر ايامي
أنا ما غلطان، بس هذا ايش جابه؟ عمي ايش خيرك؟ شوية تعبان. انت ياهو انا ما شايفك قبل. أنا جلال. يا جلال. صاحب هاي القاع. جلال بيك اعذرني، ترى الماي يعرفك ما يثمنك. انا ما شايفك قبل، بس سامع عنك الفلح كلها تحمد بيك. اي بالله صدق حليب امك طاهر. اي والله حليبك طاهر. أنت منو؟ أنا راشد فلاح أشتغل بقاع جنابك. أهلا راشد. راشد باكر تجي لي المكتب. تأمرني عمي. الو، انطيني سعاد. انت منو؟ انا احلام. لحظة أحلام. الو. شوفي سعاد، انا احذرك، وهذا اللعب اللي جاي تلعبيه انا اعرف شنو وراه. يا لعبة انت ايش تحكي؟ لا تغشمين نفسك، انت تعرفين كل زين انا ايش اقصد. وانتي من ايش وقت تعلين صوتك عليه؟ لين مسختيه. شنو مجرجره جلال وراك لبيتك حتى تقولي له دخلني شريكه وياك بالشركه؟ وليش انتي خايفة على جلال لو على الشركة؟ خايفه على اثنيناتهم. ارتاحيتي؟ ومره ثانيه اذا عرفت صاير بينك وبين جلال لقاء، انا راح اعرفك احلام شلون تدافع عن نفسها. خليل، تعرف اليوم اللي ما اشتغل بيه ايش قد راح تصير خسارتي؟ اعرف زامل افندي. اذا تعرف ليش مقابلني واقف؟ ها؟ يعني ابتليت بيكم؟ لو انا حاكي الشغل، لو ما حد يتحرك. زامل افندي، انت بس تأمرني. هي هاي شغلتك؟ قرت عين امك. اسمع، اريدك تجيب لي عمال وفلاحين بدل اللي راحوا، واريدهم اصحاب خبره يفهمون الشغل. كفاءات. يومين شويه زامل افندي. يومين شويه؟ ايش قد تريد انطيك؟ سنتين؟ هسه تروح القهوه السلطان تلقاهم يلعبون طاولي ودومنه، قول لهم اريد عمال كلهم يجوك ركض. زامل افندي انا عندي اقتراح. ما شاء الله خليل افندي قام يحكي ويقترح. يلا خلينا نسمع، اقترح. شوف زامل افندي، ننشر اعلان بالجريده نقول بيه شركتنا محتاجه عمال وفلاحين اصحاب خبره بالعمل. كفاءات. ما شاء الله، هو هذا المقترح؟ ايه. تدري خليل افندي لو ساكت كان احسن لك. شايف بعمرك فلاح يقرا جريده؟ انا اللي هو انا زامل افندي عضو مجلس النواب سابقا ما طببت الجريده لا للمكتب ولا للبيت. مره قديمه هيك ساعات خاتون جابتها ومشتها طويتها وضميتها، وتريد الفلاح اللي ما يعرف يقرا اسمه يقرا الجريده ويجينا. اقول لك خليل انا هيك يعني شقل لك ما اقدر اشوفك، مش اطلع برا يلا برا. زامل افندي نريد يقسم لي. ما ظل عنده احد، طردها كلها، ما ظل عنده لا عامل ولا فلاح. تعلمني ليه يا راشد؟ تعلمني ليه؟ مو ذاكم قاعدين كلهم بالقهوه ليل ونهار، لا شغل ولا عمل. كانهم ما قاعدين بالقهوه، كانهم قاعدين بقلبي. ليش؟ ما عندهم فلوس، كلها تشرب شاي، كلها تصيح بالدين. وزامل ليش طردهم؟ انا فهمش ام صابر، مو جلال بيك زيد اجور العمال والفلاحين اللي عنده. الله يفتحها بوجهه. عمال وفلح مال زامل هم رادوا زياده، وهو ما كذب خبر، طردهم كلهم. حقه. وليش حقه؟ الرجال جمعها فلس، لا جابها من ورث ولا باكها. اجي وياك نقول الزلمه يخاف على حلاله وهذا حقه، بس ليش يروح الجلال بيك ويقول له قلل اجور العمال والفلاحين اللي عندك؟
هاي ما لي حق بيها. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. انت شايفه لميعه؟ الناس مصالح وفلوس، اذا انضربت مصالحها وفلوسها الاخوهم ما يعرفوا. يما انتم منو وش رايدين؟ وردة، اخو سركيس موجود؟ نطني يا ابوي. سمعي حياة، هذا الرجال تقطعين علاقتك بيه، افتهمتي لو لا؟ بس لا تغيب علي هواي صعبة. راح تبقين عايشة وياي حتى وانا بالغربة. لحظة واحدة ما راح انساك. بس جتي متأخرة. قلت لك التنظيم كان مراقب، واحنا وقفنا كل لقاءاتنا مؤقتا. بعدين شكو بيها إذا أنت اجيت عندي للبيت حتى أشوف ابن أخوك. هو ماكو غيره. هو الف الحمد لله والشكر يا احلى. الله يبشر جداد، الله يبشر جداد، الله يبشر. الإرادة صار، وانت يا زامل انهزمت وهو انتصر عليك. شلون؟ لا لا يا جلال، ما خليك تفرح. لا خير شكو؟ ايش بيه ابو حميد؟ يقول الطبيب اكو ضعف بقلبه. زين هسه وين هو؟ هنا بهاي الغرفة. وداني على بيت عتيج بالجزارة وقال لي هذا البيت. ودخلتوا؟ هي هاي المصيبة، لا دخلنا ولا دقينا باب. سعاد خاتون، تفضلي سعاد خاتون. أهلا أهلا سعاد خاتون. شلونك قسمة؟ خير. كوثر ماكو. أميرة روحي صحي أختك كوثر. لا هي وين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. البقية في حياتك أستاذ. من مات المرحوم أنا كنت بالسجن وهسه طلعت.